السلام عليكم جميعا، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هشارك معاكم سريعا شويه مشتريات بسيطه جبناها عشان الكام يوم بتوع العيد. انتوا عارفين في العيد بتبقى المحلات معظمها قافله والناس كلها مأجزه، واحنا يعني مبقاش عندنا حد يخرج ويجيب وكده. فكلنا معظمنا يعني بنحاول ان بيوتنا تكون مليانه خير كده في العيد، فاحنا جبنا حاجات بسيطه لان احنا اصلا يعني 3 افراد بس في البيت. فقلنا نجيب الحاجات اللي محتاجينها طبيعي، وكالعادة بنعمل جرد لكل الحاجات، نشوف البيت ناقصه ايه. فانتي كست بيت كده تجيبي ورقة وقلم وتقعدي كده تدخلي المطبخ بتاعك وتشوفي الحاجات اللي ناقصاك. ما تجيش مثلا تعملي طبخة ويبقى عندك كل حاجة وتيجي تلاقي نفسك اول يوم العيد الاكل واقفة معاكي على شوية فلفل ولا شوية كمون. فادخلي مطبخك وشوفي ايه الحاجات اللي ناقصاك. احنا بالنسبة لنا كان التوابل كلها الحمد لله موجودة، بس احنا كنا عايزين كمون وعايزين فلفل اسود. جبنا من عند الجمل العطار اللي في دمياط القديمة في شارع الشرباصي. احنا بنجيب من عنده على طول. احنا بنجيب التوابل تقريبا كلها بتكون توابل صحيحة، واحنا بنطحنها في البيت. ممكن تقريبا ما عدا القرفة، لان القرفة بتبقى صعبة قوي، والقرفة الخشب العيدان الطويلة دي بتبقى صعبة قوي على المطحنة. المهم ده المكان اللي احنا كنا جايبين منه. فدوري كده في المطبخ بتاعك، وخلوا بالكم التوابل في الحر ده ما تحطيهاش بره. هتاخدي الشويه الصغيرين اللي هتطحنيهم وتحطيهم بره التلاجة، لكن باقي التوابل الصحيحه اللي مش مطحونه حطيها في التلاجة تحافظي عليها لاطول فتره ممكنه. لو قعدت عندك سنه مش هيجرى لها حاجه. تاني حاجه قلنا نعمل جرد كده لضرفة الخزين، ونشوف البقوليات والحاجات اللي ناقصة اللي ممكن نحتاجها برضو. عارفة ان معظم الناس في اسبوع العيد او في ايام العيد اكيد مش تاكل كشري، مش تاكل عدس. بس صدقوني السنه دي الظروف مختلفه، ومش حكايه ماديا بس، هو اصلا حتى لو انت ماديا تمام فاكيد مش هتاكلي كل يوم لحمه يعني. فاحنا جبنا الحاجات تبقى موجوده. جبنا لوبيا ناشفه، جبنا فاصوليا كمان. الفاصوليا واللوبيا احنا بنحبهم جدا. البيضه الفاتحه دي الفاصوليا اللي هي الحبه بتاعتها كبيره، والتانية الصغيره دي اللي هي اللوبيا. وجبنا كمان العدس اللي بجبه ده، وجبنا الحمص. ما جبناش بقى العيد ده ترمس ولا كده عشان عملناه العيد اللي فات وقعد يمكن تقريبا، مش والله بتهيألي لسه في التلاجة ما خلصش. فحطيت البقوليات. بصوا انا بالنسبه لي بنظام، يعني انا البقوليات كلها بحطها في التلاجة في درج التلاجة اللي تحت. بتبقى زي ما قلت لكم بتقعد اوقات السنه مش هيجرى لها حاجه، بحافظ عليها من الحراره بتاعه المطبخ، وفي نفس الوقت ما بقاش هتضرنا في حاجه. انت تقدري تروحي للعطار او المكان اللي هتجيبي منه بتاع العلافه او ايا كان، وتجيبي لو عايزه تجيبي حتى ربع كيلو ولا 8 كيلو من الحاجه، ما تتحرجيش خالص، ويبقى بيتك مليان خير حتى لو من الحاجه بكميات بسيطه. من الحاجات اللي بحبها تبقى موجودة كمان قبل العيد عشان تمشي معاكي حلو، تمشي معاكي حادق، تمشي معاكي في وصفات كتير جدا جدا. الجلاش. النوع ده انا جربناه قبل كده، ده جلاش الهدى. هي مكرمشة بس شوية علشان كنت انا اول ما جيت كنت حاططها في الفريزر علشان كانت هي جاية مجمدة، فقلت تفضل مجمدة. المهم النوع بتاع الهدى ده كويس. وكمان جربنا جلاش اسمه الصواف، كانت ماركة لطيفة برضو. قعدنا فترة كتيرة قوي بنستخدم الزهار، بس مش عارفة مؤخرا بقى جودته يعني مش قد كده. المهم انا كنت شفت وصفة جلاش حلوة كده، شفتها في قناة سالي غانم، فقلت ممكن ابقى اجربها. يعني انا معظم الوقت بعمل الجلاش وصفات حادقة مش حلوة. المهم نيجي بقى للحمه. احنا ما جبناش كميه كبيره ولا اي حاجه، احنا جبنا بس اللي هو ايه يعني يكفي ايام العيد وخلاص. جبنا من عند جزارة زكريا النزلاوي دي. انا ما اعرفش بصراحه، ماما اللي راح جابت اللحمه، فهو مكانه او العنوان بتاعه زي ما قلت لكم. طيب اللحمه دي بلدي، اللحمه البلدي عند الجزار ب 340 جنيه. كل مكان غير التاني، كل محافظه غير التانية. دي لحمه بلدي عاديه مش سوداني وكده. احنا جبنا 2 كيلو بس. وطبعا انت بتقولي بقى يعني حط لي عضميتين كده، حته سمين ولا دهون ولا ليا ولا اي حاجه. الاول زمان يعني زمان ايام العز كانوا الجزارين بيرضوا يحطوا تمام. دلوقتي لا طبعا هيحاسبك على اي حاجه. كنا عايزين نجيب ماسوره كمان عشان الماسوره بتبقى حلوه جدا في الشوربه، لكن ما كانش عنده وقتها. فدي اللحمه اللي احنا جبناها هتتقطع وتتكيس وتتفرز وتتحط في الفريزر. التقسيمه بقى بتاعتك، انا بقى مش جايبين كميه اللي هي تستاهل ان انا اعمل لكم فيديو تقسيمه لحوم ولا كده، فظبطناه ودخلناه على الفريزر. بالنسبه للحمه المفرومه احنا ما اشتريناش عشان كان عندنا اصلا في الفريزر الكيسين دول. دي اللحمه اللي هي بتاعه المنفذ، اللي هي بتاعه الجيش تقريبا.
يعني مش عارفه بقى هي بلدي ولا غيره، بس المهم ان هي مكتوب عليها انها لحمه بقري. دول مش نص كيلو. الطبق انا شفت الوزن بيبقى تقريبا 400 جرام، 400 وحاجه بسيطه. سعره هشوف لكم دلوقتي لما اقلب الكيس، مش فاكره كان 80 او 88. مكتوب 88، ايوه 88 جنيه. طيب اللحمه دي حلوه ولا لا؟ اه حلوه شغاله. تعمليها كفته، تعمليها في صينيه مكرونه بالبشاميل، جلاش باللحمه المفرومه، تعمليها حواوشي، تعمليها زي داوود باشا، تعمليها حتى في اللي هو البطاطس اللي محشيه لحمه مفرومه، كوسه باللحمه. بصوا اللحمه المفرومه حلوه وموفره وبتدخل في وصفات كتيره جدا، فتقدري تجيبيها زي ما انت عايزه تجيبيها لحمه بلدي مفرومه بلدي من عند الجزار، برضو عادي زي ما انت عايزه. جبت بقى من السوبر ماركت وانا جايه، جبت زبادي. تخيلوا الزبادي البلدي الواحده بقت ب6 جنيه. اللي هو انا بس في حاجات عشان مش بشتريها على طول فبتخض كده لما بسمع الاسعار، اللي هو الزبادي بقت ب6 جنيه، الحمد لله. المهم جبت خبز البيتي بان ده الكايزر الصغنن ده، بيبقى طري وحلو كده. انا قلت اجيبه، جايز بابا يرضى ياكل، جايز اعرف اعمل له سندوتش وياكله. فبس ده كان سعره 16 جنيه. جبت جبنه رومي من عند القواس. انا جايبه من القواس اللي في اول شارع الصعيدي القديم جنب بنك مصر. جبنه رومي دول مش عارفه 180 جرام ب39 جنيه و60 قرش طبعا. سوري. الجبن اسعارها غاليه جدا، بس عادي بقى خلاص يعني عادي. جبت كمان ليبتون، ده اللي انا اتصدمت من السعر، مش عارفه اللي هو ايه انتوا بتتكلموا بجد. هوريكم السعر في الفاتوره دلوقتي، مش عارفه بقى ب26 ولا ب27 جنيه. فاللي هو يعني ليه؟ ليه الشاي الاخضر تبقى اسعاره كده؟ وجبت كمان ايوه جبت لكم الفاتوره اهو. فالليبتون ب26 جنيه 75 قرش، وجبت نسكافيه اللي هو الكيس الصغنن ده ب16 جنيه ونص. انا اتخضيت والله العظيم. كيس كده مكتوب عليه انه يعمل 10 اكواب، بس طبعا ما يعملش 10 اكواب. انا برضو جايباه عشان اعمل ايس كوفي، بس لما يبقى يعني ربنا يفرجها معاه واروح باذن الله. جبت كمان برضو ده اللي اتخضيت من سعره. انا بتخض، انا بنزل اشتري الحاجات اتخض من السعر واروح. جبت خل تفاح. انا مش بستخدمه في الاكل، انا كنت بحط منه شويه على السلطه، وبصراحه مش بحب طعمه. انا بجيبه عشان معدتي، يعني انا بحط منه غطا صغنن جدا على ميه، على كوبايه كبيره ميه وبشرب. سعره 53 جنيه ونص. انا اخر مره جايباه كان ب25 جنيه، بس ما تقولوش لحد. من 25 جنيه ل53 ونص. بس بصراحة هي الإزازة بتقعد معايا تقريبا سنة، بحطها في التلاجة، وهبقى أقول لكم أنا بستخدمه في إيه لما نروح إن شاء الله. جبنا كمان، كان حد معدي كده في الشارع بعربيات خضار، فجبنا منه بامية. البامية أسعارها ايه ده؟ انا عرفت انه الباميه كانت وصلت ل70 وال80 والحاجات كده، فاحنا جايبين الكيلو ب35 جنيه. دي باميه بلدي صغننه. لما تيجي تختاري الباميه بتختاري الحلوه الصغننه كده. ماما قمعتها بقى وظبطتها، وهنقص دول 2 كيلو، بس الكيلو الواحد ب35 جنيه. واحنا بره كنا جايبين من عند السايح اللي في دومات القديمه القراقيش دي او البقسماط دي. الكيلو ب60. انا الحاجات اللي انا فاكره اسعارها كتبت لكم الاسعار. ومن عنده برضو جبنا كحك بملبن. الكحك بتاع السايح سواء بملبن او بعجوه او، بصوا المخبوزات بصراحه بتاعته انا بحبها حتى عن الكحك. يعني انا بحب الكحك بتاعه عن الكحك بتاع البدري كمان. ده كحك بملبن وعليه سمسم كده. بما ان طبعا الظروف عندنا في البيت لا تسمح ان احنا لا نعمل لا كحك ولا بسكوت ولا اي مخبوزات ولا اي حاجه خالص، فاحنا بس جبنا كيلو بس يبقى موجود في البيت وخلاص. وسعر الكيلو من الكحك 60 جنيه، وسعر الكيلو من البقسماط برضو 60 جنيه. فبس الحمد لله على كل حال. وزي ما قلت لكم كنت عملت جرد لكل الحاجات، وشفت البيت ناقصه ايه عشان اجيب كل الحاجات قبل ما اضطر ان انا اروح وامشي ومش هيبقى في حد يجيب حاجه. فجبت كمان جبنا كمان الشاي ده شاي ليبتون اللي هو مش الفتلة، اللي هو الشاي العادي يعني. دول 250 جرام، يعني ربع كيلو، كان سعره 55 جنيه. وانا عشان مش بشتري شاي كتير، او انا عندي في بيتي انا يعني الحاجة بتقعد عندي فترة طويلة، ممكن مثلا علبة الشاي دي تقعد عندي شهرين 3. فعلى ما اجي اشتري بيكون في فرق ضخم كده عدى في السعر، فتلاقوني ايه اللي هو ايه انتوا بتقولوا ايه بجد؟ بقت ب55 حاليا. اكيد وانا بكلمكم اكيد سعرها اعلى من كده. المهم عادي جدا الحمد لله على كل حال. عايزه اقول لكم على
حاجة. يعني مهما كانت الدنيا صعبة والأسعار صعبة والحياة غالية، فالحمد لله على نعمة الصحة. أنا قعدت أول 3 أيام في بيتنا كنا بنطبخ أحسن أكل وبنجيب وكل حاجة غالية، وقاعدين أنا وماما قصاد بعض، الأكل ما بيتبلعش عشان أبويا مش بياكل أصلا، وحرفيا كنا ممكن نقعد نعيط على الأكل ونسيب الأكل ونقوم. فأنا بقول لكم الكلمتين دول عشان حاجة واحدة، عشان الحمد لله على نعمة الصحة والستر، والنفس اللي بتاكل حتى لو عيش وجبنة، بس يتاكل بصحة كده وتبقوا مبسوطين وملمومين حوالين بعض وزايدين مش ناقصين. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده، استنوني قريب في فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم، سلام عليكم.